النادي الاهلي النهارده وامبارح كان في راحه، يعني بمعنى صح اللعيبه باخده شوبينج اللي عايز يشتري هديه لمراته، اللي عايز يشتري هديه لعياله، والحياه حلوه والبعثه مستمتعه جدا بالرحله. وكمان الكابتن محمود الخطيب يعني عاطيهم، وقف مع امام عاشور، ووقف مع اكرم توفيق، ووقف مع كريم فؤاد، واطمن عليهم من الدكتور المعالج النمساوي، وعرف ان هم جاهزين بنسبه 100%. وقف مع امام عاشور وقال له شيل كل حاجه من دماغك، الفتره اللي جايه ده يبقى عليك ضغوطات كبيره جدا، فانت لاعب محترف وما انتش لاعب صغير وما انتش لاعب سهل، انت لاعب كبير، واكيد هتنظف دماغك كده وتفوق للملعب وركز في الملعب. واطمن برضه على كريم فؤاد واكرم توفيق. بس ده ما يمنعش برضه في يعني في الشوبينج والكلام ده ان احنا نشتغل برضه. خالد بيبو، كابتن خالد بيبو مدير الكره الجديد بالنادي الاهلي، اجتمع مع محمد هاني اللي كان متكلم معاه قبل البعثه بانه هيمدد عقده. عقد محمد هاني كلنا عارفين انه هيخلص السنه اللي بعد الجايه، فطبعا الراجل مارسيل كولر متمسك بمحمد هاني وعايزه يفضل معاه بعيد عقده، فقال لك جددوا لي محمد هاني، مددوا لي عقده. فمدد، طلب من محمد هاني ان هو هيمدد عقده 3 سنوات وهيديله 30% زياده في الراتب. 30% زياده في الراتب. محمد هاني، رد محمد هاني طبعا ابن النادي الاهلي والابن المخلص والبار، قال له انا هكتب لك على بياض، همضي لك على بياض يا كابتن خالد، انا معاكو على اي وضع، اكتب حضرتك العقد وانا امضيه. هو ده رد محمد هاني، وهي دي اخلاق اولاد النادي الاهلي الحقيقيين اللي بينتموا للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، مش اللي بيدوروا على الطموح في حتت تانية. طبعا كلنا عارفين انا اقصد ايه. وطبعا في امتيازات تانية هتبقى في العقد، امور اعلانيه وحاجات تانية كتير ونسبات مشاركه، ولما نكسب البطوله دي هناخد كام، ولما نكسب الدوري هناخد كام. وطبعا ما تعدش بطولات النادي الاهلي، بسم الله ما شاء الله، حدث ولا حرج، يعني الراجل كسبان على جميع الاوضاع. في لاعب في النادي الاهلي عامل نوش وعامل مشاكل، ويعني مغير مود مجلس اداره النادي الاهلي بمعنى صح. يعني زي ما تكون حضراتكم كده الدنيا حلوه وجميله، وفي يعني نوش جاي لك من بعيد. اللاعب عمار حمدي وسيراميكا كليوباترا، مشاكل ما بتتحلش. عمار حمدي عامل نوش، مش عايز يلعب في سيراميكا كليوباترا. طب انت كنت وافقت ليه من الاول ورحت مضيت العقد واتفقت مع الناس؟ حد من مسؤولي نادي المقاولين قعد مع الراجل او قعد مع عمار حمدي ولعب في ودانه وشاف عمار حمدي ان اصلح له يروح المقاولين؟ طب ما كان من الاول، طب كمل اعارتك، ولو عايز تطلع بعد كده على المقاولين، لو الاهلي مش محتاجك اطلع المقاولين. انما دلوقتي انت التزم بالعقد، الراجل منقطع عن التمرينات وفي عليه عقوبات وفي نوش بين سيراميكا كليوباترا وعمار حمدي، والنادي الاهلي دخل في الموضوع كمان. فالنادي الاهلي مريح دماغه من الموضوع ده، لان كمان كان بيراميدز عرضت على عمار حمدي ان هو يخلص نفسه من النادي الاهلي ويروحوا يشتروه او يخلصوا معاه نهائيا. فطبعا عمار